ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم رغدة شعيب وفيديو جديد. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد منزله، واللايك للفيديو لو عجبكم. زي ما انتم شايفين هنعمل ان شاء الله الكفتة البانيه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي على طول. طبعا عندي نص كيلو من اللحم المفروم، عليه بصلة كبيرة مفرومة ناعم، ويفضل انك تشيلي جزء من المية اللي بتنزل من البصل عشان تديكي افضل نتيجة. ومعلقتين كبار من البقدونس المفروم ناعم، ومعلقة صغيرة مليانة من توابل اللحمة، وفلفل اسود وملح. وبس كده ولا اي حاجة تاني. ونقلب كل المكونات دي مع بعض وتعجني كتير جدا علشان الكفتة تتماسك معاكي. كل ما تعجني اكتر تديكي نتيجة افضل. بعد كده هنسيبها في التلاجة شوية كده تتشمع وتستريح وتاخد اللحمة من طعم التوابل. وبعد كده نبتدي نشتغل فيها. صينية هدهنها دهنة زيت خفيفة، وابتدي اصبع كفتة عادية خالص. طبعا الشكل اللي انت تحبي تصبعيه صبعيه. عايزه تعمليها صوابع، عايزه يعني تفرديها شويه بالشكل ده، عايزه تعمليها دواير، ايه الشكل اللي يعجبك اعمليه. تمام. بعد ما اخلص كل الكميه بالشكل ده ابتدي بقى ايه الخطوه التانية. بعد كده هجيب 2 بيضه اهو. بص اللحمه شكلها حلو ازاي. هجيب بقى 2 بيضه وعليهم رشه فلفل اسود ورشه ملح، واقلب كل الكلام ده كويس مع بعضه. واجيب في طبق تاني شوية بقسماط. احنا هنعمل بقى الكفتة بانيه فنفس طريقة البانيه بالظبط اهو. زي ما انتوا شايفين شوية بقسماط في طبق، وابتدي بقى ايه اغلف الكفتة بتاعتي. طبقة بيض خفيفة وبعديها طبقة بقسماط. بصوا ما بتاخدش يعني يا دوب حاجة بسيطة خالص. مجرد ما تحطيها كده تطلعيها، وما ماخدش بقسماط كتير. يعني كمية البقسماط اللي انتوا شايفينها دي هنعمل بيها كل كمية الكفتة. يا دوب تقليبة بسيطة كده خلاص، هي مش محتاجة اي حاجة تاني لغاية بقى ايه ما اخلص كل الكمية بتاعة الكفتة. كده خلصت كل الكمية. يلا نقليها زيت غزير على نار متوسطة، ونبتدي نقلي عادي خالص. طبعا الكفتة بتطلع طعمها جميل، وكمان بترميلك كمية كبيرة جدا اهو. يعني لو من الناس اللي بتحب تجربي وصفات مختلفة وجديدة، جربي الكفتة البانيه. بجد طعمها حلو مش هتاخد وقت معاكي في التسوية. بس خليها التسوية على نار متوسطة علشان ما تاخدش لون من بره وهي تكون لسه ما استوتش من جوه. بعد كده بقى على بقدونس او اي نوع خضرة، وتطلعي بقى الكفتة بتاعتك بالشكل ده. جميلة وسهلة وسريعة وحاجة يعني جديدة تغيير. وبعد ما تجربوها ما تنسوش رأيكم في الكومنتات تحت الفيديو. ولو ليكم اي طلب لأي وصفة ايا كانت اكتبوا لي طلبكم تحت الفيديو، ان شاء الله هرد على كل الكومنتات وهعمل لكم فيديوهات اللي انتوا عايزينها ان شاء الله. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم الفيديو والوصفة. وانتظروني في وصفات كتير وتكات اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.